ثغرة لو النادي الاهلي استغلها النهارده يكسب بيها الماتش. في الأول خليني أقول لك المواجهة بين الفريقين سنة 2021 رغم حظوظ الأهلي الكبيرة في الماتش خلص الماتش تعادل نتيجة 0-0 ولكن الأهلي بيكسب بركلات الجزاء. سنة 2022 بالميراس اتعلم من الدرس من النادي الأهلي ولكن بيكسب بنتيجة 2-0. تعال أقول لك الفرق بين المواجهة النهاردة والمواجهات اللي حصلت قبل كده. إن بالميراس عندها مجموعة شبابية قوية جدا زي فيتور ستيفاو وراموس حارس المرمى. بالميراس الدوري عنده لسه شغال وترتيبه الرابع على الدوري. النادي الاهلي حقق بطوله الدوري العام وخد البطوله. الاهلي جاب لعيبه كويسه جدا وصفقات كويسه جدا ولسه بيتجانسوا مع بعض زي اشرف بن شرقي وزيزو وتريزيجيه. بس الاهلي عنده غيابات مؤثره جدا زي امام عاشور وكوكا وطاهر. نيجي بقى للثغره اللي الاهلي هيستغلها ويكسب بيها ماتش النهارده. ان الدفاع ضعيف نسبيا زي ما شفنا في ماتش بورتو وحارس المرمى راموس شال 4 فرص محققه. في الاخر ما نقدرش نتوقع نتيجه مباراه النهارده لان الفريقين كبار جدا ونتمنى الفوز للنادي الاهلي ان هو يشرفنا ويشرف الكره المصريه ويوصل لابعد حاجه في كاس العالم ان شاء الله. وانت كمان توقع معانا نتيجه ماتش النهارده وقول لنا في الكومنتات نتيجه الماتش هتخلص كام.